السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. تحديد موعد مشاركة مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي في مباريات الأهلي. تطالب شريحة كبيرة من جماهير النادي الأهلي بخطوة مشاركة مصطفى شوبير في المباريات مع الفريق في الفترة المقبلة ومنحه الفرصة كاملة. أحمد شوبير قرار مشاركة الشناوي أو مصطفى شوبير فقط في يد مارسيل كولر. وكان مصطفى شوبير كلمة السر في حسم النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الماضية بعد تألقه بشكل رائع في الدفاع عن عرين القلعة الحمراء. ورد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عن موعد مشاركة مصطفى شوبير في مباريات النادي الأهلي بشكل أساسي. وقال أحمد شوبير: هذا قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، فهو المتحكم في الأمور الفنية التي تخص الفريق. وأضاف: القرار والرؤية بشأن مشاركة مصطفى شوبير أو محمد شناوي تخص المدير الفني فقط، ولا أحد يتدخل في هذا الأمر. وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للعديد من الانتقادات في الفترة الماضية، وتحديدا عقب بطولة السوبر الأفريقي التي خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 3-4. وجاءت الانتقادات بسبب عدم التصدي لأي ركلة، بالإضافة إلى عدم التعامل مع هدف ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك بالشكل المطلوب خلال هدف التعادل للفارس الأبيض. ويستعين النادي الأهلي في الوقت الحالي لخوض مواجهة السوبر المحلي في الإمارات ضد فريق سيراميكا كليوباترا، حيث من المقرر أن يقام اللقاء يوم 20 أكتوبر الجاري في الدور النهائي. وحال تأهل الأهلي سوف يلعب النهائي يوم 24 أكتوبر ضد الفائز من لقاء الزمالك أو بيراميدز. يذكر أن قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن تضم بشكل دائم خلال الفترة الماضية كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو من سيادتكم العمل لايك واشتراك، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.